تحذير: اوعى تطفي النور يوم 15 يوليو. ايه القصه؟ ناس بيقولوا حمله اسمها حمله مفاصل، يا رب ينشكوا في مفاصلهم على اللي هم بيقولوه. احنا هنطفي النور عن مصر كلها يوم 15 يوليو الساعه 8:30 للساعه 9:30، كل واحد في بيته يطفي النور، كل واحد في شارعه يطفي النور. عايزين البلد كلها تتقفل، افصل الكهرباء العموميه كمان، ما قالوش يطفي النور بس. يعني ده اللي انا قريته على السوشيال ميديا، ما اعرفش المعلومات دي صح ولا غلط، بس لو ده صح يبقى كارثه، لان كده هم بيحطوا الدوله في عبء قوي جدا. ده هيحصل بعديها ممكن واحد بنيه صافيه، مليون بنيه غير صافيه، هيأثروا على اقتصاد البلد، على الدولة. ممكن يحصل تفجيرات، ممكن يحصل حرايق، ممكن الكاميرات تفصل. هم كده بيحطوا الدولة في مأزق كبير جدا، وده غلط. ما تدعمش كده، ما تدعمش الناس دي. كل الناس تقول احنا احنا مع الدولة، مش هنفصل. وعندي حاجة مهمة جدا عايز اقولها برضه: انت عندك مشكلة مثلا مع الدولة، ايا كان انت مين او انتمائك ايه، اتكلم في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مسموع دلوقتي. اعترض، قدم شكوى. مش تقول لي هفصل البلد. في طرق بديله، بدل ما انت توقع البلد وتهدها تبنيها. وده رسالتي لكل الناس: ما تطفيش النور، ما تنساقش ورا حد، ادعم بلدك. وقت الحرب ووقت الازمات اللي ما بيقفش مع البلد خاين. تحيا مصر ورئيسها وجيشها وشعبها، عشان عامل حرقان لناس كتيره جدا. ودمتم في امان الله. صلوا على الحبيب.